في لحظات كتير في حياتنا بنقابل أسوأ من الناس، من الظروف، من الدنيا نفسها. ساعتها بنسأل: فين الرحمة؟ فين الأمل؟ لكن تعالوا نرجع بمشهد لقلب مكة ونشوف إزاي وسط أشد لحظات القسوة كان في قلب بينبض بالنور. الرسول صلى الله عليه وسلم واقف في أقدس مكان على الأرض، بيت الله الحرام، وهم بدل ما يكرموه يضعوا سلى الجذور وهي أحشاء الجمل على ظهره وهو ساجد. ضحكوا، سخروا، تركوه مطروحا حتى جاءت فاطمة الزهراء تبكي وتزيل الأذى. الأسوأ وصلت لحدها، لكن قلب الرسول كان بينبض بالصبر وبالدعاء: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. في غار ثور الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر والأعداء فوق رؤوسهم. أبو بكر يقول بخوف: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليه بهدوء: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. قلب أبو بكر كان بينبض بالخوف، لكن قلب الرسول كان بينبض باليقين. وهنا الفرق، إن النور أقوى من أي أسوأ. في شعب أبي طالب 3 سنوات كاملة حصار خانق، جوع، عطش، بكاء أطفال بلا طعام. كانوا يأكلون ورق الشجر ويسمعون صراخ بطون الصغار. قسوة غير إنسانية من قريش. ومع ذلك في وسط الليل كان صوت الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو بالقرآن، والقلوب المؤمنة بتزداد قوة. الجسد جائع، لكن الروح كانت شبعانة بالإيمان. تفتكروا فين كانت القسوة أشد من قلب عمر بن الخطاب؟ خرج يوم بسيفه عاوز يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قلبه القاسي لما سمع آيات من سورة طه اتبدل في لحظة. اللي كان ناوي يقتل بقى أعظم من دافعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي كان قاسي قلبه بقى بينبض بالرحمة. لو الناس قست عليك افتكر إن قلب مكة فضل بينبض وسط كل القسوة دي. واللي حفظ قلب الرسول والصحابة هو نفسه اللي يقدر يحيي قلبك من جديد. ما تخليش قسوة الناس تطفي نورك، لأن النور اللي في قلبك من الله، والنور عمره ما ينطفي. لو حسيت إن الكلام لمس قلبك شارك الحلقة دي، يمكن تكون سبب يلين بيه ربنا قلب قاسي.